لك ايه هو افضل تشكيل الاهلي يلاعب بيه فاركو، وسيبك بقى من العك بتاع ماتش مودرن سبورت ده التشكيل الافضل والامثل للنادي الاهلي. ركز معايا كويس جدا. في حراسه المرمى هنبتدي بمصطفى شوبير. واحد يقول لي مصطفى شوبير دخل فيه جونين الماتش اللي فات، اقول لك الجونين دول مش ذنبه ومش غلطته ومش هنحاسب بالقطع. حارس صاعد وواعد ولازم ياخد فرصه اكبر من كده. خط الدفاع هنبتدي باثنين مدافعين وهم ياسين مرعي اللي بيثبت ان هو فعلا المدافع الهداف، ونلعب بجنبيه احمد رمضان بيكهام لان الواد ده جعان كوره يا جدعان. في الباك اليمين هنقول لمحمد هاني معلش ريح شويه كده وندي فرصه لعمر كمال عبد الواحد. الباك الشمال بقى انا شايف ان احنا نوظف كريم فؤاد في المركز ده لان كريم فؤاد بيعرف يدافع كويس وبيعرف يهاجم كويس ولعيب عنده كوره ممتعه. بالنسبه لخط الوسط مفيش احسن من الثلاثه دول يلعبوا في وسط ملعب النادي الاهلي. اول حاجه هنلعب بإليو ديانج الدبابه اللي هو مهمته كلها ان هو يستخلص الكوره عشان يلعب جنبيه بن رمضان اللي لما تجيله الكوره هو اللي يوزع الملعب ويفتح لعب لكل زمايله، ويلعب قدامهم في نص الملعب احمد السيد زيزو حر طليق في نص الملعب يعمل اللي هو عايزه. بالنسبه للوينج الشمال، الوينج الشمال المكان ده محجوز لاشرف بن شرقي، مع احترامي لتريزيجيه لعيب كويس وكل حاجه، لكن بن شرقي بيلعب واحد على واحد بذكاء وفن وبيقدر يعدي. اما بالنسبه لتريزيجيه انا شايف ان هو طالما كده كده بيلعب على السرعات وبيلعب على الباور بس، فنخليه هو ناحيه الوينج اليمين، وده هيخليه ان هو ما ياخدش القرارات الفرديه. ليه؟ لانه لما يخش ويقطم على الجون مش هيبقى على عدلته، فهيضطر ان هو يباصي ويلعب جماعي اكتر. اما بقى في الهجوم مفيش غيره المخيف محمد شريف، وفي وجهه نظري شايف ان ده افضل تشكيل للنادي الاهلي مش بس لمباراه فاركو، ده يكمل بيه الموسم مرتاح. اكتب لي انت رايك في الكومنتات في التشكيل ده، مين اللعيبه اللي انا قلتها ما تستحقش تكون موجوده، ومين اللعيبه اللي انا ما قلتلهاش شايف ان هي لازم تكون موجوده.